كثير من الناس يشتكي من ضيق الوقت، فكيف ينظم الطالب وقته بين دراسته وحفظه للقرآن؟ طبعا لما نقول القرآن معناها نحن نتكلم عن شيء عظيم جدا، وهو كلام الله عز وجل. أريد أن أجعل من كلام الله عز وجل نسخة في صدري. هذا العمل ما هو بالسهل، هدف كبير في الحياة. فمن يريد أن يفعل ذلك عليه أن يتخلى عن أشياء من المباحات. الوقت لا يسع كل شيء، الوقت لا يسع كل شيء. من أراد القرآن فعليه أن يتخلى عن شيء من المباحات. يعني ما معقول أنا أذهب مع أصدقائي كل يوم وأمسك وسائل التواصل هذه بالساعات الطويلة وأتفرج على المباريات، وأريد أن أدرس وأنجح وآتي بعلامات عالية وأريد أن أحفظ القرآن. هذا مستحيل. فلا بد من أراد القرآن عليه أن يركز بين أمرين: دراسته في المدرسة وحفظه ومراجعته لكتاب الله عز وجل، ويبقي تلك الأشياء الأخرى بأوقات ضيقة. ينظر وسائل التواصل نصف ساعة، ربع ساعة، ما تزيد عن ذلك، ما تزيد. ويعني يرى أصدقائه في المدرسة في الجامعة يعني بالوقت المعقول. أما يريد أن يفعل كل هذه الأشياء الوقت لا يتسع لكل هذه الأشياء. فعلينا أن ننظم الوقت ونتخلى عن شيء من المباحات من أجل أن نصل إلى هذا الهدف السامي. بارك الله.